السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في وصفه جديده. اليوم غادي نحضروا وصفه ديال تيراميسو بالياغورت. ساهل بزاف ولذيذ وراقي في التقديم. كنتمنى يعجبكم. ما تنساوش لايك دائما باش تشجعوني على الاستمرار. الا مازال ما شاركتوش في القناه شاركوا، مرحبا بكم، فعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونبداو على بركه الله بالمقادير والطريقه. عندي جوج علب ديال البسكوي، خديت النوع ديال الاوريو وهنريس. خذوا النوع اللي بغيتو، غير علبه علبه او باكيه باكيه. وعندي بيرلي، من الاحسن خذوا المحلى اللي بالسكر. انا خديت واحد بالسكر، وكان عندي جوج بدون سكر واستعملتهم. عندي معلقه ديال الكراميل كبيره اللي كان حضرت معاكم سبق وحطيته في القناه او نزلته على القناه. عندي ساشيه ديال الكاكاو وحده. قطع ديال الفرماج، من الافضل يكون المربع، قطع المربع ديال معروف، الجبن مربع. وعندي جوج معالق كبار تقريبا ديال السكر الثقيل او معلقه ونص، لان الياغورت عندي غير محلى. خديت هنا شويه ديال الحليب دفيته وضفت عليه نصف ملعقه ديال نيسكافي وشويه ديال الكاكاو اللي تنديرو مع الحليب اللي تنتناولو. ممكن تكتفيو غير بنيسكافي باش نسقيو البسكويت. خديت الفرماج والياغورت اللي يكون من طبيعه الحال بارد مزيان، ونكونوا دخلنا المجمد ربع ساعه قبل باش يطلع معنا مزيان بالطراب، يكون شاد البروده مزيان. نعاود نذكر، من الافضل يكون بالسكر باش تستغناو على السكر الثقيل، ما تضيفوش وتيجي لذيذ. تنطلعوا هكذا تقريبا واحد 3 دقائق، ما تاخذش الوقت بزاف، تيجي على شكل كريمه. صافي، بعد ما وجد انا غادي نقسمو على نصفين. هاد العمليه غير اختياريه. نصف غادي نضيف ليه معلقه كبيره ديال الكراميل اللي سبق حضرت معكم، وهذه فرصه باش كل مره نستعملوا الكراميل اللي وجدنا في الوصفات ديالنا، راه تيضيف ليها لذه زوينه بزاف. ممكن تخليو الخليط كيف الاول بدون الكراميل. هاد التيراميسو ساهل، تيجي ما تنديرو فيه لا بيض ولا كريمه ديال الخفق، تنحضروه ساهل ماهل غير بالياغورت، وخاصه الياغورت ديال بيرلي ضروري لانه هو اللي تيطرب معنا على شكل بحال الجبن. كسرت البسكوي غير باليد ديالي. دابا غادي نحطو في الكويسات. انا اختاريت كويسات كبار، كيف تتشوفوا راه كبار يشدوا الكميه كثيره. ممكن ديروا ديفيغين صغار او كويسات صغار، غيكون عندكم كويسات اكثر. درت البسكوي اللي اللون ديالو غامق في التحت اوريو. نسيت ما سقيتوش بالحليب الدافئ مع نسكافيه، نتوما ما تنساوش، انا هاد المرحله نسيتها. درت الكريمه اللي خلطت مع الكراميل في الاول، وضفت البسكويت ديال هنريس. ممكن تكتفيو غير ببسكوي نوع واحد اللي بغيتو المتوفر عندكم. سقيتو، ما نسيتش هاد المره سقيتو. ممكن تسقيو غير بالماء مخلط، الماء غليان مخلط مع نسكافيه بدون سكر، او اللي يعجبكم تضيفوا السكر يبرد يدفى مزيان عاد سقيو به. ممكن ديروا هاد العمليه اللي درت ديال الحليب. ضفت الطبقه الثانيه اللي بقات، الطبقه البيضاء اللي ما ضفتلهاش الكراميل، وغادي ندير الساشيه ديال الكاكاو. ما غاديش نستعملها كامله، غادي تبقى منها النصف. التزيين تيبقى حسب الذوق. وتندخلوا الكويسات ديالنا يبردوا مزيان في الثلاجه، اما في الكونجيلاتور واحد 20 دقيقه او اكثر، يشدوا البروده مزيان، ونقدموهم او في الثلاجه. تنتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش لايك للتشجيع، والسلام عليكم ورحمه الله.